انا جربت محلات كتير ومعظمها مشهورة، ولا واحد فيهم كان بنفس الطعم والريحة والجمال اللي عملته في البيت. حبايب قلبي، سموا الله وصلوا على الرسول، وما تشتروش السمك من بره واعملوه في البيت على طول. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا. واي كمية سمك مش هحددها، هاتي انتي على حسب عدد افراد اسرتك. السمك مش بنعمل فيه اي حاجة خالص، بنسيبه بقشره كده زي ما انتوا شايفين، وبالزعانف وبكل حاجة فيه. كل اللي بنعمله ان احنا بنفتح بطنه وبنطلع الاحشاء اللي جوه ونغسله من جوه كويس، بس كده وخلاص. خلاص، يبقى السمك بيفضل بقشره، ودي حاجة مهمة. وبنشيل بطنه بس ونفتحها. وعلى فكرة يا جماعة، الناس بتوع السواحل، اسكندرية والناس ديت بيشوف بطنه وهو مقفول كده عادي. اللي عايز يعمله كده يعمله، واللي عايز يعمله كده يعمله. في الكبة بقى هيكون معايا قرنين او 3 من الفلفل الحراق، وشوية كمان من الفلفل الالوان سواء اصفر او احمر، وكمان معايا حوالي 10 او 12 فص من الثوم، وكمان معايا 4 ليمونات، وشوية كده كبشة صغيرة من الشبت والبقدونس، وجزراية صغيرة متقطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، يبقى في الكبة بتاعتنا نبدأ نفرم الحاجات ديت، اللي هي ايه، كبشة صغيرة من الشبت والبقدونس، كبشة ما بين ايديكي صغيرة، والفلفل الألوان، والجزر، والثوم. ولو عندك شوية كرفس، يا سلام يا سلام، هيبقى احلى واحلى، لان السمك بيحب الكرفس جدا. خلاص، يبقى لو عندك شوية كرفس كمان ممكن تحطي حبة صغيرين. الليمون مش هستخدمه دلوقتي، هنسيبه على جنب. ونبدأ نضرب المكونات اللي معانا في الكبة دي ضربة حلوة كده. ما نحاولش ان احنا ننعمها قوي، على قد ما نقدر، يعني تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما ضربت المكونات اللي معايا في الكبة، هنحط لها الملح. بحط لها كده معلقتين كبار من الملح مليانين. هنقلب بقى كل المكونات اللي معانا دي، بس هنحط لها التوابل الاول. معلقة كبيرة كده من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة المطحونة، ومعلقة خل واحدة بس. ما تكتروش الخل يا جماعة، هي معلقة واحدة بس كبيرة خل. وهنعصر ليمونة من ال4 ليمونات اللي معانا. تمام كده. ال3 ليمونات اللي باقيين مش هستخدمهم دلوقتي، هقول لكم امتى هنستخدمهم. هنبدأ بقى نقلب كل المكونات اللي كانت معانا في الكبة، مع الملح مع الكمون مع الكزبرة مع معلقة الخل اللي احنا حطيناها، ونقلبهم في بعض تقليبة حلوة كده. وهاخد منهم شوية في طبق، وابدأ احشي بطن السمك اللي معايا. هناخد كده شوية بشوية من الخلطة اللي معانا، ونملى بيها كده بطن السمكة، ونحط كمان في راسها كده علشان السمكة تكون متطعمة ومتبلة من جوه. كده تمام. بعد ما تبلت السمك كله من بطنه، هنجيب بقى شوية كده من الردة، حوالي كوباية من الردة او كوباية الا ربع من الردة. الردة دي ناعمة، موجودة عند العطار وموجودة في السوبر ماركت في عبوات. المهم ان هي متوفرة جدا وموجودة في كل مكان. هنبدأ نحط السمك كده ونقلبه في الردة كويس، على قد ما تقدري تخلي السمكة متغلفة كلها بالردة. الردة يعني مغلفة السمك كله من فوق ومن تحت وكل حاجة. حتى لو حتة مطرح صوابعك كده ما كانش عليها ردة، بتجيبي شوية من الردة وبترشي عليها علشان الردة تكون مغلفة السمكة كلها. هنشويه ازاي بقى؟ ودي اهم خطوة في الفيديو بتاعنا. بصوا يا جماعة، اهم حاجة ان السمك يدخل على درجة حرارة عالية في الفرن. يعني الفرن يكون متولع قبليها ب10 دقايق على اعلى درجة. ده لو انتي فرنك بيشتغل من تحت ومن فوق مع بعض، يعني الفرن من تحت والشواية من فوق. طيب انا يا دنيا الفرن بتاعي ما بيشتغلش من تحت ومن فوق مع بعض، بيشتغل من تحت بس. خلاص، تولعي الفرن الاول لحد ما يسخن، وبعد كده تحطي الصاج زي ما انتي شايفة كده، وتولعي عليه الشواية بس. وتسيبي السمك يتشوي تحت الشواية، واول ما يتشوي وياخد اللون المطلوب، تبدأي تقلبيه على الوش التاني علشان يتشوي من الوش التاني كمان. لقيتيه نزل مية او طري، تقلبيه كل شوية على جنب من الاجناب لحد ما ينشف معاكي ويتشوي. الناس اللي عندها تحت وفوق بيشتغل مع بعض، بتولعي تحت بيتشوي، وفوق بيتشوي مع بعض في نفس الوقت. خلاص، يبقى يا جماعة تاني علشان الخطوة دي مهمة. الناس اللي عندها الفرن بيشتغل تحت وفوق، تولع تحت وفوق، هيتشوي تحت وفوق مع بعض. الناس اللي عندها الشواية بس شغالة لوحدها والفرن تحت لوحده، بتشغل تحت لحد ما الفرن يسخن، وبعد كده تطفي تحت وتحط السمك تحت الشواية. اول ما يتشوي من فوق، تبدأ تقلب السمك كل شوية، تقلبه على جنب من الاجناب لحد السمك ما ينشف ويستوي. السمك تقريبا بياخد له نص ساعة او على حسب حجم السمك. يعني السمك اللي معايا ده كان كبير ما شاء الله، اخد تقريبا نص ساعة في الشوية. على ما السمك بتاعنا يتشوي، تعالوا بقى هنعمل الخلطة الجبارة اللي هنسقي بيها السمك.
بعد ما يطلع من الفرن. هنا الحبة اللي اتبقوا معايا من الخلطة اللي انا كنت حطيتها في بطن السمكة، هحط عليها بقية الليمون اللي انا قلت لكم يا جماعة هنعمله كده في الاخر. هضربها ضربتين كده في الكبة، انا عايزة الليمون يتفتت يعني يتجرش كده مع الخلطة، تمام، علشان ينزل طعم القشرة في الخلطة. طعم قشر الليمون بيفرق خالص في الخلطة بتاعتنا دي وبيخلي ريحتها حلوة. خلاص، يعني مسكت كده الليمون اديته ضربتين 3 لحد ما اتفتت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزود لها مية، ونزود لها شوية من الملح، وكمان هنزود لها شوية صغيرين جدا من الكمون. هنقلب بقى الخلطة دي، وطبعا الملح على حسب انت عايزة السمك مملح قوي ولا ملحه خفيف، ده على حسب رغبتك وعلى حسب ذوقك. انا هنا زودت شوية حلوين من الملح لان انا بحب الملح يكون زيادة ويكون داخل كده جوه لحم السمك. هنقلب بقى كل الخلطة دي كده مع بعضها كويس، ونقلب الملح اللي احنا زودناه كويس. تمام كده، الخلطة اللي هنسقي بيها السمك بقت جاهزة. وهنا السمك القمر بعد ما خرج من الفرن واتشوى، ما شاء الله، شايفين شكله عامل ازاي؟ والله العظيم ريحته كانت تحفة، وهو لسه ما اتزقاش اي حاجة ولا حاطين عليه الخلطة بتاعت التمليح لسه، وهو كده مشوي ريحته تحفة. بعد ما يطلع من الفرن على طول وهو سخن، بتمسكي كده الخلطة اللي احنا عملناها ديت بالملح الزيادة، وتبدأي تزقي بيها السمك واحدة واحدة كده، وتغرقي السمك بيها علشان يشرب الملح ويتملح معانا ويزيد حلاوته حلاوة وطعمه يزيد جمال. وبنسيبه شوية في الملح مش أقل من 10 دقايق علشان يشرب من الملح كويس. كل شوية يعني 5 دقايق كده، وبعد كده اقلبيه على الوش التاني. المهم ان انت تسيبيه يتشرب كويس من الخلطة اللي احنا عملناها دي. بعد 10 دقايق كده تقريبا او ربع ساعة بتشيليه وتحطيه تصفيه في مصفى علشان ما يكونش مي كده ولا يكون طري. بتحطيه في مصفى يصفي اي مية زيادة فيه. وبقى معانا شوية سمك لوز اللوز زي ما بيقولوا. والله يا جماعة مش قادرة اوصف لكم طعمه ولا جمال ولا حلاوته. وطبعا عملت معاه شوية رز ابيض وشوية سلطة بلدي. الناس اللي بتحب الرز الاحمر او الرز اللي معمول بالبصلة، انا عملته قبل كده مع السمك المقلي، ممكن تدخلوا على الفيديو وتشوفوه.